لو عندك شوية عجوة ودقيق تقدري تعملي معايا ألذ قراقيش هتدوب في البق وطعمها أحلى من المحلات. مش هتشتري القراقيش من المخبز تاني بعد الوصفة دي. قراقيش بالعجوة بطعم زمان، ريحتها وهي في الفرن لوحدها حكاية. عمركم جربتوا قراقيش بالعجوة مقرمشة من بره وطرية من جوه بالطعم البلدي القديم بتاع زمان؟ تعال أقول لكم على السر اللي هيخليها تنجح من أول مرة. سر القراقيش بالعجوة المظبوطة اللي بتقعد مقرمشة أيام طويلة. النهاردة هقول لكم كل الأسرار خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعضينا فيديو جميل جدا. لو جربتي القراقيش بالعجوة بالطريقة دي مستحيل تشتريها من بره تاني. قراقيش مقرمشة من بره وطرية ومحشية عجوة من جوه بطعم زمان اللي يدوب في القلب قبل البق. تعالوا اقول لكم سر القراقيش المظبوطة اللي هتشوفوها مقرمشة ولذيذة وطعمها حكاية لوحده. تعالوا بسرعة، بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر. ما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضنا الفيديو. هنعمل النهاردة كام كيلو دقيق؟ هنعمل النهاردة 2 كيلو دقيق قراقيش. دول 2 كيلو دقيق أنا نخلاهم ومظبطاهم، وهحط عليهم معلقتين سمسم محمصاهم. ممكن تجيبوا السمسم متحمص جاهز أو تحمصوه انتوا على البوتاجاز، وذرة ملح صغيرة. ال2 كيلو دقيق دول هنحط عليهم قد ايه سمنة؟ هنحط عليهم كيلو سمنة. كيلو سمنة بلدي احنا مسيحينها كده، هنطلعها ندفيها على البوتاجاز وننزل على الدقيق بالسمن. احنا النهاردة هنعمله على البارد، مش عايزينه مقرمش، مش عايزينه السمنة مقدوحة. وهنخلي القراقيش بتاعنا دايبة ومقرمشة وزي الفل. أنا يا دوبك سخنت السمنة بس، سخنتها ما قدحتهاش، لأن زي ما انتوا عارفين الزبدة بتاعتنا دي أنا قدحاها قبل كده ومسيحاها ومخليها زي الفل. يا دوبك بس سخنتها ونزلت على الدقيق بالسمنة بتاعتنا وهركنه على جنب كده. بعد ما نزلت بالسمنة وهبدأ أعمل الخميرة بتاعتنا الجميلة اللي هتخلي القراقيش بتاعنا مظبوطة. هنعمل ايه بقى؟ جبت نص كوباية مية وعليها باكو خميرة كامل حطيته، وهحط عليهم كمان ايه؟ معلقتين سكر من بتوع الشاي. معلقتين سكر، احنا عايزين القراقيش بتاعنا النهارده مظبوطة مش مسكرة اوي ولا حاجة. وهقلبهم تقليبة حلوة لان انا هحشي القراقيش بتاعتنا عجوة، فما ينفعش العجينة تبقى مسكرة والعجوة مسكرة عشان ما تصدش اللي ياكلها. اللي ياكل واحدة كده تبقى مظبوطة في بقه. انا عملت بقى الخميره وركنتها على جنب وحطيتها جنبي على مبدأ بقى اظبط العجينه بتاعتنا دي وابسها كويس عشان تطلع القراقيش بتاعتنا مقرمشه. البس بتاعنا ده اللي بيخلي الدقيق يتغلف بالسمنه كده، والقرقوشه بتاعتنا تبقى دايبه كده ومقرمشه دوب. لازم عجينه القراقيش تبقى مظبوطه. القراقيش دي من المخبوزات الجميلة اللي بتعيش وتقعد معانا فترة طويلة، وكمان تعتبر من أحلى الحاجات اللي تتقدم مع الشاي أو القهوة. الميزة بقى في القراقيش اللي هنعملها النهاردة دي إننا بنعملها في البيت، بنبقى ضامنين كل حاجة فيه. السمنة البلدي والطعم النضيف، وكمان الحشو اللي على مزاجنا اللي بنبقى عاملينه خطوة بخطوة. دلوقتي وانا بعجن بقى هقول لكم على السر اللي بيخلي العجينة تبقى متماسكة وطرية عشان تدينا. السر بقى ان العجينة تبقى متماسكة وطرية في نفس الوقت عشان تدينا القراقيش اللي كلنا بنحبها. هقوله لكم دلوقتي اهم حاجة في الحشوة بتاعتنا. الحشوة بتاعتنا النهاردة انا هعملها لكم بطريقة جميلة جدا وغنية جدا بالطاقة، ومليانة طاقة بجد، وتدي جسمنا نشاط وكلها ألياف مفيدة. بص بقى أنا عمالة بس في العجينة كده كويس وكده خلصت فيها. بس شوف أنا عمالة أتكلم معاكم واشتغل برضو وأنا شغال. أنا هحط العجينة بتاعتنا ال2 كيلو دقيق هحط لهم كوباية لبن، وهلم بيهم العجينة بتاعتنا. أنا نزلت بالخميرة الأول نص كوباية الخميرة، وبعد كده نزلت بكوباية اللبن. لو احتاجت تاني مش هحط لبن تاني، انا هحط ال2 كيلو دي كوباية لبن بس. لو احتاجت تاني هحط مية. عايزة تحطي لبن تاني حط،
بس أنا بافضّل إن أنا أزوّد مَيّة عشان المَيّة بتدّي روح حلو للعجينة وتخلّي العجينة بتاعتنا أحلى كمان. أنا حطيت لها اللبن واديتها فايدة اللبن. دلوقتي أنا هدمت العجينة كويس بس وأنا بابِسّها قبل ما أحط المَيّة واللبن. بعد ما أبِسّها بقى ألِم بس، بعد ما أحط اللبن والمَيّة ألِم، هي احتاجت نُص كوباية مَيّة كمان. حطيت نُص كوباية مَيّة وألِم بالعجينة، ما أعجنش بقى خلاص، ما ينفعش نعجن عشان ما نبوظش العجينة بتاعتنا، نلمّها كده بحيث نشرّب العجينة بتاعتنا المَيّة بس، ونلم العجينة لحد ما نحسّها تحت إيدينا كده إن هي بقت عجينة حلوة. بُصّي العجينة كده ما شاء الله بجد جميلة، جميلة بجد أوي، بس أنا باحاول ألمّها عشان حاسة إن بُصّوا أنا هاكوّر بقى كورة كده وهنشوفها، لو فلّقت هاضطر أحط كوباية مَيّة كمان، ما فلّقتش وشقّت معانا تبقى زي الفل خلاص. هي بسم الله ما شاء الله زي الفل. بس أنا باحاول أضبط العجينة بتاعتنا في الطبق كده جميلة ما شاء الله. هنحطيها بقى في كيس كده جنبي واركنها بقى ترتاح شوية. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هنعمل الحشوة بتاعتنا الجميلة. هنحشي إيه القراقيش؟ هنحشيها عجوة، والعجوة نحط عليها ربع كوباية سمن أو معلقتين سمنة يعني، ونحط طبعًا شوية سمسم، السمسم بيخلّي العجوة جميلة. بُص بقى الحشوة التحفة معانا، العجوة بس مش بس طعمها جميل، دي مليانة طاقة وبتدّي جسمنا نشاط وجميلة. دلوقتي بقى نعجن العجوة بتاعتنا بالسمسم والسمنة كده عجنة كويسة خالص، ندعكها كده دعكة كويسة. هي العجوة جامدة شوية بس أنا هتنّيني وراها لمّا أطرّيها وأخلّيها زي الفل. بُص بقى أنا سِبتكم وقعدت أعمل العجوة، بُص عملتها صوابع كلّها طويلة كده وجميلة، عجنتها الأول كويس وبعد كده صبّعتها صوابع كده عشان أقدر آخُد منها وتبقى سهلة قدّامي وإيدي ما تتبهدلش وأنا شغّالة في العجين. بُص بقى أنا خدت قطعة عجينة، هنبدأ بقى نفرد العجينة بتاعتنا. هنفرد العجينة ونسويها كده كويس. ما عندِك نشّابة افردي بالنشّابة، ما عندكيش بإيديكِ عادي، وتفردي كده العجوة فردة حلوة فيها. بُصّي تبطّطيها كده العجوة ما تحطّيهاش صباع زي ما هو، لأ تبطّطها عشان تملى القرقوشة بتاعتنا وتبقى جميلة. شايفين الجمال؟ عسل بجد وزي الفل. بُص بقى وابدأ بقى أقفلها من الجوانب كده أتني العجينة الناحية أنا حطيت العجينة على جزء وهاتني الجزء التاني، وابدأ بقى أقلبها على الناحية المساوية كده واقعد أبطّطها تاني تبطيطة خفيفة كده واسويها، وهابدأ أقطّعها بقى على حسب مزاجي أنا، رفيّعة، تخينة، طويلة، زي ما أنتِ عاوزة. أنا باعمل شوية كده قصيّرين، وباحب أنا الطويلة دي بتبقى شكلها جميل، هاورّيها لكم لمّا أسويها برضه أمّا أعملها هتبقى جميلة. هندهن بقى وش القراقيش بفرشة كده باللبن كده خفيفة، أنا بادهنها هنا قبل ما أحطها في الصينية عشان اللبن ما يتحرقش وهو بيستوي، لو اللبن جه في الصينية اللي هنسوي فيها هيتحرق. وابدأ بقى أحط السمسم عليها كده وأغرقها سمسم. السمسم هيمسك في اللبن واتك عليه كده تبطيطة خايفاه كده عشان السمسم امسكه في اللبن أوي ويمسك في القرقوشة بتاعتنا. وابدأ بقى احطهم في الصاج بتاعنا واسيب مسافة بين كل قرقوشة وقرقوشة. بصوا بقى جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله بجد زي الفل وجميلة. وريحة العجين بتاعنا بجد مالي البيت كله خير وبركة. تحرموش بيوتكم من الريحة الحلوة دي أبدا. اعملوا لولادكم قرص قراقيش كحك بسكوت، الحاجات دي بجد بتدي فرحة جميلة في البيت وبتدي ريحة حلوة أوي في البيت، بتخلي البيت فيه خير كده وريحته حلوة دايما.
اخد بقى قطعة عجين كمان وابططها كده بالراحة، افردها كده بالنشابة بتاعتي. بخليهاش طبعا رقيقة قوي، انا عايزة القرقوشة بتاعتنا ماسكة نفسها، يعني تبقى سمكها حلو، يعني ما توصلوش الدرجة ان هي تتقطع العجينة تتقطع، لا تبقى حلوة حجمها يبقى حلو. وابدأ بقى كده اظبطها واسويها، خليها مربعة كده واسويها، اشيل الزيادات دي خالص. احط بقى افرد العجوة بتاعتي قبل ما احطها على العجين، ابططها كده بايدي او افردها. اما تيجي تفردي العجوة، لما تحطي كيس تحت النشامة بيساعد، بيخليكي العجوة سهل في انها تتفرد قوي، تفرديها براحتك بتبقى سهلة قوي. بصوا اتفردت بسهولة ازاي، وتتشال بسهولة برضو لان هي بتلزقش خالص. بصوا العجوة جميلة ازاي. انا هعمل حتة كمان زيادة على الحتة الفاضية دي، عشان انا عايزة القرايش بتاعنا كلها مليانة عجوة من جوه. عجوة اصلا جميلة ومغذية ومفيدة، تدي طاقة وفيها حديد وجميلة بجد. وهقفلها بقى على بعضها كده، واقفلها كويس من الاخر، وابدا ابططها تبطيطه كده. بصوا بقى اللي انا عاملها دي طويله شويه، بس شكلها بيبقى جميل وانتي بتاكليها كده مع كوبايه شاي، بجد بتبقى جميله. شايفين الجمال بتاعنا؟ وبتقطعيها مقاسات متساويه كلها زي بعضيها، انت بتقطعي الطرف من هنا والطرف من هنا عشان بتبقى مش في عجوه قوي، عشان تبقى مساويه كمان والقروشه مساويه. وادهنه برضو فرشة لبن خفيفة كده، وارش السمسم بتاعنا الجميل، اغرق القرقوشة بتاعتنا سمسم. بذمتكم اللي بره بتبقى كده، والله بتاعتنا احلى من اللي بره، احلى من اكبر ما من مخابز كمان. والله اكبر المخابز ما بتعملهاش كده كمان. بص انا بقى قراقيشي جميلة وشكلها تحفة ازاي، وطعمها احلى واحلى كمان. لو جربتوها بنفس الطريقة دي صدقوني هتدعولي. واكتبوا لي بقى في الكومنتات جربتوها عملتوها عجبتكم ولا لأ. واكتبوا لي كمان بتحبوا القراقيش طرية ولا ناشفة. أنا عن نفسي بحبها ناشفة ومقرمشة كده بتبقى جميلة. ما تنسوش اللايك والشير، بجد الفيديو يستاهل اللايك والشير. شايفين بقى الجمال بتاعنا والقراقيش بتاعتنا جميلة ازاي. بصوا بقى أنا خلصت الكمية كلها. بصوا الشكل النهائي للقراقيش عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. القراقيش عملت لي 4 صاجات كبار كده مليانين. اولع بقى الفرن وابدا اساوي واحده واحده كده. انا ولعت الفرن على درجه حراره 180 وسايباه يسخن كده شويه، وهدخل بقى القراقيش بتاعتنا. مش عايزه اقول لكم بقى طول ما هي في الفرن الريحه قلب البيت كله. شايفين الجمال بتاعنا؟ شايفين القمر؟ يا سلام يا سلام على الجمال. بصوا من تحت زي فوق. بصوا من تحت متحمر زي فوق بالظبط. السوا بتاعه جميل بجد. والقراقيش بصوا الطويلة دي بتبقى جميلة مع كوباية الشاي كده، بتبقى زي العسل. شايفين القرقوشة والعجوة؟ بصوا فيها من جوه عاملة ازاي، مفرودة في القرقوشة كلها من أولها لآخرها. بسم الله ما شاء الله زي العسل. شايفين الجمال؟ أنا بقى محمصاها شوية كده عشان احنا بنحبها عندنا هنا القراقيش محمصة شوية. ولادي بصوا بيتخانقوا على المحمرة دي، يقعدوا يقولوا لي يا ماما حرقنا شوية، بس أنا طبعا مش حرقاها، أنا محمصاها. بصوا جميلة ازاي، دي بقى لونها رايق وحلو. دي بسيبها بقى لو حد جنة أو حاجة في العيد بقدم منها. لكن المتحمرة قوي دي للولاد بقى بيحبوا هما ياكلوها كده محمرة عشان بتبقى مقرمشة قوي. شايفين الجمال بتاعنا واللون بتاعنا عامل ازاي، والسمسم ماسك فيها لا وقع ولا حاجة. السمسم ثابت. فرشة اللبن دي بتخلي السمسم ماسك ازاي، مبيقعش بجد خالص وزي الفل. جربوها صدقوني هتندموا لو مجربتوهاش. اللي مش هيجرب يعمل القراقيش بالطريقة دي صدقوني هيندم. صدقوني اللي هيجربها مرة هيعتمدها وهتبقى دي طريقتي المعتمدة على طول معاه. بص القراقيش ما شاء الله بجد جميلة وسواها جميل وزي الفل، الله أكبر.
بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل يا رب. بصوا أي واحدة امسكها جميلة، محمصة من فوق ومن تحت كده وجميلة، والطعم بقى حاجة تانية مش عايزة أقول لكم، دايب دوب كده. بصوا كده لما تقطعوا واحدة، بص العجوة ماشية في القروشة كلها كده ودايبة وسايحة وجميلة، بجد مخلية القروشة طعمها يجنن وشكلها أجمل. ما شاء الله بجد، ألف هنا وشفا للي ياكل. قرايش حكاية وطعمها حكاية أكبر بجد، والريحة بقى أجمل وأجمل، بتقولك العيد خلاص قرب. ريحة القرايش قلب البيت كله، مخلية البيت بيقول خلاص العيد قرب، العيد قرب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، يا رب يجعلوا عيد سعيد علينا كلنا يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، ويحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ مصر كلها يا رب، ويحفظ الدنيا كلها يا رب. بص بقى شكل القراقيش كده بعد ما رصيتها في طبق كده جميلة ازاي. بص اللون بتاعها جميل والشكل بتاعها جميل، والعجوة بتاعتها سايحة فيها كلها كده ومالية القروشة ومخلياها زي العسل. اللي مش هيجربها صدقوني هيندم. احلى قراقيش وجميلة، والاتنين كيلو بسم الله ما شاء الله، مش عايزة اقول لكم عملولي كمية كبيرة قوي. والله العظيم الاتنين كيلو عملولي مقارب عن 4 كيلو قراقيش اشتريها من بره. ما شاء الله القراقيش رمية جامد، والعجوة ما شاء الله ملياها وجميلة. والله بجد ولا نقولش عمرنا نشتري من بره الحاجات دي ابدا. لا احنا نعمل لاولادنا الخير كله والحاجة الحلوة النضيفة الجميلة، ونشبع اولادنا كده بالحاجات الجميلة دي، ونملى بيتنا خير وبركة. بص ما شاء الله الالوان اللون بتاعها الطبق ما شاء الله حكاية، الطبق بيتكلم عن نفسه، بيقول لكم تعالوا كلوني. بسم الله ما شاء الله جميل بجد. يا ريت بقى تجربوه، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتحطوا لي تعليق حلو منك يا قمر. وبكده بقى نكون خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني دايما. لو لسه اول مره تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا ان شاء الله في وصفات تانية كتيره سهله وبسيطه ومميزه. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدقوني الفيديو يستاهل الإعجاب، تعملوا لي لايك وشير وتحطي لي كومنت حلو منك يا حبيب، يا حبايب قلبي. اوعوا تنسوا لايك وشير وكومنت جميل منكم كده. ربنا يبارك فيكم يا حبايب قلبي.